ازيك؟ قبل ما نبدأ الفيديو عاوزك تشترك في القناة وتصلي على النبي. وانت داخل هنا عشان تعرف حاجة واحدة بس، عاوز تعرف ربنا راضي عنك ازاي، وازاي اصلا العلامات اللي هتظهر عليك دي انت هتكون عارف منها ان ربنا راضي عنك ان شاء الله. في الاول عاوزك تعرف ان لو ربنا راضي عنك فانت هتستفيد بحاجتين بس. الحاجتين دول هم اهم حاجتين اصلا. اول حاجة وهو التوفيق والسعادة في الدنيا، وتاني حاجة وهو دخول الجنة. جنة أرضها السماوات والأرض. متخيل جنة؟ أنت عمرك لو فضلت طول حياتك كده تفكر في شكل الجنة عمرك ما توصل للشكل الجنة أصلا. وأول علامة لو ظهرت عليك إن شاء الله دي هتكون من أول علامات إن ربنا راضي عنك. أول علامة هي الكلام بصدق. إن أنت تكون بتتكلم وخايف إنك تكذب أو خايف من إنك تعصي ربنا في كلامك حتى. أنت بتفكر في الحاجة قبل ما تعملها 50 مرة عشان إنك لما تتكلم يكون كلامك ده صح. راجع نفسك لو العلامة دي مش فيك. تاني علامة وهو إكثار العبادات. يعني إيه إكثار العبادات؟ أنت دلوقتي مثلا بتصلي. أنت الصلاة اللي هم الخمس فروض اللي لازم تصليهم كل يوم، اللي هم أعمال الدين، اللي هم أساس كل حاجة. خمس فروض دي أنت مش مستكفي بيهم. عاوز تصلي، عاوز تعمل برضه، عاوز تصلي قيام. أنت مستعجل اللي أنت إيه، عاوز تعمل كل حاجة ربنا أمرك بيها وأزيد كمان. أنت عاوز بتصلي الفروض ده فرض عليك، خلاص عاوز أصلي قيام. بتصوم شهر رمضان كامل، كل عام وأنتم بخير. خلاص انا بصوم رمضان، لا انا عاوز اصوم اثنين وخميس سنه على النبي صلى الله عليه وسلم. انا بطلع زكاه، بطلع 500 جنيه مثلا في الشهر، لا انا عايز اطلع اكتر. بتحاول تعلى في الليفل اللي انت كل خير اللي انت بتحاول تعمله، ودي علامه ان ربنا راضي عليك. وثالث علامه هو الصبر عند الابتلاء. عايزك تكون عارف ان الله عز وجل اذا احب عبدا ابتلاه، وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انت كده لما ربنا هيحصل لك بلاء دلوقتي في الدنيا، فانت اول ما بيحصل لك بلاء انت في اول لحظه دي هتصبر ولا هتسخط؟ اللي هو ايه، ليه هو مفيش غيري؟ ما الناس كلها ايه بتعمل ومش عارف ايه، هو مفيش غيري؟ ده كده حرام اصلا. انت كده بتعترض على قضاء الله. فانت لما بتصبر عند الابتلاء، وده مؤكد انك اول ما بتصبر عند الابتلاء، ده علامة من علامات رضا الله. والله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. عاوزك دلوقتي بقى تراجع نفسك وتشوف العلامات دي فيك ولا لا. أول حاجة زي ما قلنا هو القول والكلام، إنك بتتكلم بصدق ولا بكذب ولا بإيه بالظبط. وتاني حاجة هو الإكثار من العبادات زي ما قلنا، إنك بتحاول تكتر من العبادة اللي أنت بتعملها. وتالت حاجة هو الصبر عند الابتلاء. راجع نفسك في الثلاث علامات دول وإن شاء الله العلامات دي تكون فيك، ولو مش فيك حاول إنك تخليها فيك عشان دي علامات ان ربنا راضي عنك، وانت كده هتستفيد بالسعاده في الدنيا والجنه عرضها السماوات والارض. اتمنى تكون استفدت بقدر الاستفاده اللي انت محتاجها. صلي على النبي ثاني. سلام.